يقدم لكم موقع دوار بلدنا النشرة الصباحية من قلب القلعة البيضاء. تراجع مسؤولي نادي الزمالك عن التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو لاعب فريق لوزيرن السويسري خلال الفترة الحالية بسبب المقابل المادي، وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية للكشف الطبي تمهيدا لإعلان الصفقة. رغم أن الزمالك أنهى كل ما يتعلق بصفقة تيدي أوكو، إلا أنها فشلت في اللحظات الأخيرة. كما انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق المنضم حديثا للأبيض إلى مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. وشارك آدم كايد في الفقرة البدنية بصورة طبيعية، بجانب مشاركته في التدريبات الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة. كما حرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فريرا على التركيز خلال المران على الجوانب الخططية والفنية قبل خوض تقسيمة بطولة الملعب في ختام التدريب. واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية. ويعمل جون إدوارد على ملف تمديد عقد عبد المجيد وتجديد عقد محمد السيد، وإسدال الستار حول الجدل المثار من فترة عن مصير الثنائي في 100 عقبة من البقاء أو الرحيل، خاصة في ظل وجود إغراءات محلية وعربية من أندية أخرى ترغب في استقدام الثنائي إلى صفوفها خلال الفترة